شوية نصايح مهمين جدا لأي حد في كمبيوتر ساينس أو بيتعلم بروجرامينج بشكل عام لازم ياخد باله منها. هو ده موضوع فيديو النهارده. لو انت طالب في كلية حاسبات مبدئيا لازم تركز جدا جدا في المواد بتاع الكلية بتاعتك. اوعى تفتكر ان المواد اللي انت بتاخدها في الكليه دي مش مهمه او مش تفرق معاك في الشغل، كل ده كلام غلط تماما. مواد الكليه ديت اهم حاجه تقريبا في الكارير بتاعك. ولو انت تقدر في الصيف كمان تذاكر مواد الكليه من جامعات تانية او دكاتره مختلفين او فيديوز مختلفه، يبقى دوت هيبقى احسن بكتير جدا. لان مواد الكليه هي اللي هتديك البيز اللي هتقدر من خلاله تتعلم اي تول او اي تكنولوجي في المجال بتاعنا. فدي اول نصيحه مهمه لازم تاخد بالك منها. ولو انت مش في كمبيوتر ساينس، شوف ايه المواد اللي الناس بتاخدها في كمبيوتر ساينس وحاول تتعلمها من اي جامعات تانية او من اي فيديوز خارجيه. النصيحه الثانيه، الطالب بتاع كمبيوتر ساينس بيبقى مشتت جدا في مجالات كتير، هشتغل اندرويد ولا هشتغل اي او اس، هشتغل تيستنج، هشتغل بيج داتا، هشتغل ايه بالظبط. فبيلاقي نفسه ان هو قاعد يتعلم هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه، وللاسف بعد ما يكون مخلص كليه هو ما بناش سكيلز كويسه في مجال معين يشتغل فيه، فبيلاقي نفسه ان هو لسه هيبتدي ياخد كورسز ثانيه من اول وجديد. فانا بنصحكم ان انتوا على الاقل من اول سنه رابعه تكون انت خلاص جربت كل المجالات اللي انت عايزها، ومن اول سنه رابعه ومن اول اخر سنه تبدا تركز في كارير معين او تكنولوجي معينه هتشتغل فيها. يعني سي مثلا انت تشتغل فرونت اند، فانت خلاص سنه رابعه دي بقى انت تبدا تاخد كورسز في الفرونت اند او تذاكر فرونت اند، بحيث ان انت اول ما تتخرج من الكليه تبقى واقف على رجلك في كارير معين او تكنولوجي معين. النصيحه الثالثه ودي مهمه جدا، ان احنا بعد ما بنتعلم حاجه بنبقى خايفين ندخل انترفيو، وبيبقى عندنا كده حاجه في دماغنا ان احنا لسه ضعفة، احنا لسه مش قادرين ان احنا دلوقتي نعمل انترفيو. بص، خليك حاطط في دماغك كويس جدا ان انت عمرك ما هتبقى جامد الا لما تبدا تشتغل. يعني طبيعي جدا ان انت لما تروح تعمل انترفيو انت مش سينيور، انت لسه جونيور، فيبقى في حاجات انت مش عارفها، ده طبيعي. بس انت بقى مش هتبقى كويس جدا في الحاجه اللي انت بتشتغلها ديت الا لما تبدا تشتغل، او الحاجه اللي انت بتتعلمها الا لما تبدا تشتغل. فانا بنصح اي حد عرف اي تكنولوجي ووقف على رجله فيها وعرف كونسبتس كويسه جدا فيها يبدا يعمل انترفيو. على الاقل الانترفيو هو اللي هيبين لك ايه اللي ناقصك او ايه اللي انت محتاجه علشان تبقى حد كويس، بس ما تخافش ابدا من الانترفيو. النصيحه الرابعه، خد وقتك جدا جدا وانت بتتعلم اساسيات اي حاجه، ما تزهقش وما تستعجلش خالص. النصيحه الخامسه، لو انت بتستخدم اي تول او اي مكتبه او اي فريم ورك جاهز ما تستخدموش الا لما تعرف تعمله الاول. يعني سي انت بتستخدم الجي كويري، ما تستخدمش الجي كويري الا لما تبقى فاهم الجي كويري دي كويس جدا بتعمل ايه، وانت تبقى قادر تكتب جزء من الجي كويري. يعني انت ما بتستخدمش الجي كويري غير بس ان هي توفر عليك الوقت، مش انت ما بتعرفش تعمل اللي الجي كويري بتعمله. وهكذا بقى اي تول او اي مكتبه او اي فريم ورك جاهز انت بتستخدمه. النصيحه السادسه، حاول تتفرج على اكواد وبروجكتس بتاع ناس تانية عشان تاخد منهم افكار كتير. النصيحه السابعه، حاول تمارس كتير جدا بايديك، اوعى تعتمد ابدا على فيديوز او حد بيشرح لك او اي حاجه، لازم تكتب كود كتير جدا جدا بايديك. النصيحه الثامنه، حط نفسك جوه الكوميونتي بتاع المجال اللي انت بتتعلمه. يعني شوف الايفنت، شوف الجروب، شوف الميت ابس بتاع الحاجه اللي انت عايز تشتغل فيها وحط نفسك وسطيها. النصيحه التاسعه، خد وقتك كويس جدا وانت بتعمل السي في، اسال ناس كتير قوي في السي في ازاي بيتعمل، شوف ناس كتير شغاله السي في بتاعها معمول ازاي، وحاول تعرف ايه احسن طريقه تعمل بيها السي في بتاعك، لان انت ممكن تضيع وقت كبير قوي من عمرك علشان السي في بتاعك معمول غلط. النصيحه العاشره ودي تقريبا اهم نصيحه، حاول تعمل كونكشنز على قد ما تقدر في المجال بتاعك. دول 10 نصايح مهمين جدا لاي حد شغال في الكمبيوتر ساينس. ده فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.